السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وجينا لكم بجزء من الميزانية اللي هي ال1000 جنيه اللي قلت لكم هنجيب بيها لحوم. فتعالوا شوفوا انا جبت ايه وبالاسعار ايه. والحمد لله على كل حال، هي مش حاجات كتيرة قوي وبرده مش حاجات قليلة قوي، يعني هتكفينا نص الشهر هناكل فيه لحوم. فتعالوا شوفوا انا جبت ايه، ويا رب الفيديو يعجبكم وتمشوا على الميزانية بتاعتي. والله هي هتبقى الحمد لله هتاكلوا كل حاجة وهتبقى مستورة من عند ربنا. الحمد لله. اهم حاجة الستر. اول حاجة انا جبت كيلو اللحمة ده. تمام، انا جبت كيلو اللحمة ده ب 300 جنيه. هي مش اللحمة الصغيرة اللي هي تستوي بسرعة، بس الجزار ده انا عارفاه. انا بجيب منه. اللحمة هي ب 300 جنيه، بس والله ما بتاخدش سوا. يعني ما شاء الله هو بيديني من قطعية حلوة، فاللي هي ما بتاخدش سوا خالص. وفي نفس الوقت انا ما بجيبهاش. يعني بصوا هي دي تحسوها ان هي باينه بيضه، بس لا لا والله فيها احمر، فيها احمر كتير. تمام، هي دي بس كده شفافه بس. وبصوا فيها يعني حتت لحمه كتيره حلوه. دي ب 300 جنيه، انا جبت الكيلو. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. جبنا اللحمه المفرومه. تمام، انا اللحمه المفرومه بجيبها من عربيات الجيش، ما بجيبهاش بصراحه بلدي، لان البلدي غاليه. ده ربع كيلو، بيبقى ربع كيلو صافي. الطبق يعني ربع كيلو عامل 50 جنيه. تمام، يعني الكيلو ب200 جنيه، لاني عندي الجزار الكيلو برضو ب300 جنيه. فانا بجربها بصراحه على طول، لا بلاقيها كويسه من عربيات امان يا جماعه اللي هي تبع الجيش. تمام، فالربع كيلو ده ربع صافي عامل 50 جنيه. فجبت طبقين، يعني مره ممكن نعمل مكرونه بشاميل، مرة تاني نعمل صنف خضار باللحمة المفرومة وجنبي حبة رز وملوخية. هيبقى فضل ونعمة من عند ربنا. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. جبنا ايه تاني. انا هنا جبت 4 وراك. الوراك دي كبيرة يا جماعة، فانا هقسم الورك. يعني بصوا ال4 كبار. كيلو الوراك ب110. تمام، فانا وزنت الاربعة دول طلعوا ب180 جنيه. فانا هعمل ايه، انا هقسم الورك نصين. تمام، مرة نعملها الدبابيس دي، نعملها زي كنتاكي مع رز اصفر، هتبقى وجبة جميلة. النص التاني مع صينية بطاطس وحبة رز وحبة ملوخية او بامية ويكا. هنبقى كلنا فراخ، يعني مرتين هناكل الفراخ. تمام، تعالوا شوفوا جبت ايه تاني. جبت نص كيلو بانيه. البانيه انا ما بعملهوش كده، لا انا بقسمه ستريبس. تمام، يبقى صوابع كده مع العجينه اللي انا بعملها. هبقى اشارككم الخلطه وانا بعملها، بتبقى جميله كانها بتاعت بره. حابه بتعملي معاها مكرونه اسباجيتا، حابه بتعملي معاها رز اصفر برضو بيمشي زي اكل المحلات بره. فانا مع ال4 وراك انا جبت نص كيلو بانيه. تمام، تعالوا نشوفوا جبت ايه تاني. هنا انا جبت نص كيلو كبد وقوانص. الكبد وقوانص دي حابه تقطعي حتت صغيره، تعمليها بالبصل والفلفل الالوان. تمام، وجنبها مكرونه بقى محمره، جنبها طبق طحينه كده حلو، جنبها بطاطس. هتبقى وجبه جميله بصراحه ربنا. بعملها مره كده، مره تاني بعملها طاجن باللسان عصفور، بيبقى جميل في الفرن برضه. هبقى اشارككم طاجن لسان عصفور بالفلفل الالوان وبالكبد وقوانص، والله بتبقى وجبه مغذيه وبتبقى وجبه جميله، يعني اولادي بيحبوها. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. من عند الجزار فاتح جنبه، هو تبعه يعني محل مقسوم نصين، بيبيع اللي هي الحلويات دي اللي هي بتاعت الكرشه والفشه والممبار والحاجات دي كلها. انا جبت من عنده كيلو كرشه. ماشي، نعمله مره كده. طبعا انتوا عارفين بقى العيد الكبير داخل بقى والحاجات الحلويات دي. فانا جبت كيلو كرشه. دلوقتي البانيه انا ما قلتلكوش على سعره. البانيه ب220، انا جبت النص ب110. تمام، وجبت الكبد وقوانص النص ب60 جنيه. ماشي، ودي انا جايباها ب80 جنيه. الكرشه انا جبت الكيلو منها ب80 جنيه. طب جبت ايه تاني. جبت اللي هو الايه، جبت نص كيلو ممبار. بصوا يا جماعه، نضيف، ده مش الشفاف يا جماعه،
مش اللي هو الصيني اللي نازل ده الشفاف، لا ده البلدي بتاعنا. بس هو ايه، النص كيلو ده هو قال لي عامل 130، الكيلو عامل 130، فانا جبت النص ب65، واديت الولد 10 جنيه اللي هناك، راح نضفولي خلوهولي. طبعا انا بنضفه اكيد طبعا، بس ايه، هما بيشيلوا فيه حاجات كتيره كمان ممكن ما نقدرش احنا نشيلها، فاديته 10 جنيه. يعني النص كيلو ده عامل 75 جنيه، بال10 جنيه التنظيف بتاعته يا جماعه. تمام. تعالوا شوفوا جبنا ايه تاني. وجبنا السمك. ثانية واحدة. هنا يا جماعة جبنا السمك. بصوا السمك، سمك كبير والله مش صغير، يعني الواحدة ما شاء الله الفرد مننا ياكل سمكية مرتاحة حلو. بصوا انا طبعا زي ما قلت لكم احنا 5 افراد، بس انا يعني معايا 3 كبار ومعايا بيبي صغنن عنده 2 سنين، فطبعا هو احنا بنحسبه فرد يعني بس هو طبعا اكيد اكله بيبقى كميات قليله، يعني مش اكل فرد كبير زي بقيه اولادي، لان هو انا معايا اولادي كبار، بس هو ده اللي جه اخر حاجه يعني. فدول طلعوا 8 سمكات، 8 كبار ما شاء الله. السمكيه كبيره والله يا جماعه، كبيره كبيره. ف دول ال8 طلعوا 2 كيلو ونص. بكام الكيلو؟ الكيلو ب60 جنيه. تمام. فدول طلعوا 2 كيلو ونص. فتعالوا شوفوا بقى، والله يا جماعة انتوا احسبوها كده هتلاقوها 1000 جنيه إلا 5 جنيه بالظبط. يعني بصوا ال1000 جنيه ما شاء الله. يعني اللحمة دي أنا بعملها نصين، يعني بعمل المرة نص كيلو، يعني هناكل يومين في الشهر لحمة، هناكل يومين في الشهر سمك. الوراك برضو هناكلها يومين. تمام. البانيه هناكله يوم واحد، الكبد وقوانص هناكله يوم، الكرشه دي يوم، الممبار يوم. هناكل طبعا دي مره مع خضار. تمام ادي يوم، ومره تاني مكرونه بشاميل ادي يومين. تعالوا نشوفوا هناكل، يعني ادي يومين. والممبار برضو يا جماعه على فكره يومين برضو، لان الممبار يعني نص كيلو، انا بعمل ربع كيلو بيبقى حلو. ما تستهونوش، انا هبقى اوريكم الربع كيلو عامل قد ايه لما هنيجي نسويه مع بعض ان شاء الله وهنشوفه. يبقى الممبار يومين، اللحمه يومين ادي 4، اللحمه المفرومه يومين ادي 6، الوراك يومين ادي كده 8، البانيه يوم ادي كده 9، كبد وقوانص يوم ادي كده 10، الكرشه يوم ادي كده 11، السمك يومين ادي كده 13 يوم. 13 يوم في الشهر هتاكلي فراخ وهتاكلي لحمه وهتاكلي حتى لو بكميات قليله يا جماعه. زي ما قلت لكم احنا بصوا في وقت يعني الجو غلا والظروف يعني الحمد لله على كل شيء، فبرضو حتى لو بكميات قليله بس برضو بتاكلي عيالك. يعني اللحمه دي بناكلها يومين في الشهر. في ناس والله يا جماعه انا اعرفها شخصيا، في ناس ممكن تقعد الشهر بحاله ما تجيبش حتى كيلو لحمه، ظروفها والحمد لله وحمد ربنا وكل ونعمه وفضل. تمام. في ناس ممكن تقدر تجيب السمك، ناس ما بتقدرش تجيبه. هتقولي لي طب ما دي كميه قليله، طب دول يعني هيشبعوا؟ والله يا جماعه الوجبه هتشبع وهتشوفوها عملي وما شاء الله، يعني حاجات كويسه. يعني نص كيلو كبد وقوانص لما يتعمل في طاجن لسان عصفور حلو هيكفي ما شاء الله حلو. النص كيلو بانيه لما هيتعمل ستريبس فهيقطع كتير ما شاء الله، فاللي هم هياكلوا هيشبعوا. الوراك يعني الورك ده كبير جدا، فكل فرد هياخد اللي هي القطعه اللي من فوق دي حلوه جدا هتشبعه. الدبوس مع رز بسمتي ماشي، او لو مش قدرتك تجيبي رز بسمتي عادي الرز البلدي يا جماعه احنا بنعمله برضو بالخلطه وبنعمله بالكركم والكاري، فبيدينا نفس الطعم الرز بسمتي مع الدبوس حلوه هتكفي يعني الحمد لله. طبعا اللحمه المفرومه لو مع طاجن خضار كده وحبه رز وحبه ملوخيه نعمه وفضل من عند ربنا. اللي هو المقصود من كلامي ان انت على قد ميزانيتك بتمشي، وعلى قد فلوسك بتمشي، وعلى قد ظروف جوزك بتمشي، وفي نفس الوقت ما بتحرميش اولادك وما بتحرميش نفسك وما بتحرميش ايه نفسكم يعني من الاكل، حتى لو بكميات قليله بس بناكلها. بنحمد ربنا لان في ناس ممكن ظروفها اقل مننا فممكن ما بتاكلهاش،
يعني في ناس لما تشوفني انا جايبه الحاجات دي تقولك دي جايبه لحمه وفراخ وسمك وبانيه ولحمه مفرومه، ممكن هي ما تقدرش تجيبها. وفي ناس ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، لا ممكن الحاجات دي بتاعت اسبوع بس، يعني ال1000 جنيه لحوم يا دوب تقولك لا بتاعت اسبوع. فكل واحد على قد رزقه، واحنا بنحمد ربنا والحمد لله على كل شيء. ودي الحاجات اللي انا جبتها 1000 جنيه وهتكفينا، وانا هوريها لكم عملي انها هتكفينا ان شاء الله الشهر كله. وربنا يبارك في القليل، وربنا يا رب يزيد كل الناس، وناكل حاجات قليله احسن ما ناكلش خالص. والحمد لله وفضل ونعمه من عند ربنا. لو وصلت لغايه دلوقتي في القناه متنسيش تشترك، متنسيش تفعيل الجرس. ويا رب القناه بتاعتي تعجبك والمحتوى بتاعي يعجبك وتقدري تستفادي منها حتى ولو بجزء بسيط. ويا رب اكون خفيفه على قلبكم، واستنى بقى تعليقات كويسه وحاجات كويسه تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تاني. وزي ما قلت لكم كده فاضل 400 جنيه باقي الميزانيه، لان احنا جبنا من علاف ب 600 جنيه وجبنا ادي اللحوم ب 1000 جنيه، في 400 جنيه اللي احنا هنجيب بيها اكل من السوبر ماركت للفطار او للعشاء، هتكفينا ان شاء الله وربنا يزيد ويبارك. وال1000 جنيه التانية زي ما قلت لكم هنخلي في الكيس بتاعنا ال 250 جنيه طول الاسبوع. وبرده هوريكم هنقدر نجيب فاكهه، ونقدر يعني نقدر نمشي الاسبوع كله بال 250 خضار وفاكهه وتكمله للفطار او للعشاء. فيا رب القناه بتاعتي تعجبكم، ويا رب اكون كويسه على قلبكم واشوف تعليقات كويسه، وشجعوني بالله عليكم ان انا اكمل شروط القناه، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب العالمين. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.